الخسارة. الخسارة سواء صديق أو حبيب دي مش نهاية العالم. الخسارة هي فعلا خسارة مزاجك وراحتك. المهم لما تخسري حاجة ما تخسريش نفسك، ما تتعبيش نفسك وتحسي ان انتي خسرتي حاجة كبيرة او حد ما قدركيش. المهم ان انتي تقدري تلاقي الشخص او الصديق اللي يقدر حبك واهتمامك علشان تحافظي عليه وتحافظي على نفسك. خدي بالك، الحاجة اللي تعكرك وتعكر مزاجك ما تستاهلش ان انت تفكري فيها. جربي كده ما تسأليش او تفكري اصلا في الناس اللي تعبتك او اللي مهتموش بيكي اصلا او فكروا فيكي. هتلاقيهم كلهم في تلاهي الحياة ولا اصلا هيفتكروكي. على فكرة الدنيا دوارة، اللي هيهملك النهاردة هيجيله يوم واللي يهمله برضه هيدوق من نفس الكاس اللي دوقهولك. لانك لو اتنسيتي يبقى اصلا عمرك ما كنتي على بالهم، لاني محدش مطلوب منه ان يراعيكي او تراعيهم. يعني ما تقضيش حياتك ان انتي ترضيهم وتكلميهم وتصالحيهم وتفسري لهم وتبرري لهم على حساب نفسك. على فكرة اللي يقولك الدنيا تلاهي، الناس دي اصلا عندها اولويات. مفيش حاجة اسمها تلاهي. يعني عندهم مين رقم 1 مين رقم 2، يعني في حد اهم منك عندهم. لازم تفهمي كده علشان انتي اللي ما تتعبيش. فهمتي قصدي ايه؟ لان كسر الخاطر مهما حاولوا يقولولك، مهما حاولوا يبررولك، محدش هيحس بيكي الا انتي. ولما تمر عليهم الايام ويمروا بالظروف دي هيفهموا ويحسوا. ما تزعليش ان هم ناسيينك، ما تزعليش ان هم مش فاهمينك، لانك انتي ملكيش اهمية عندهم اصلا. هيفهموا كده، وقلتها لك كذا مرة، لما الدنيا تدور وتيجي عليهم ويحسوا بكل كلمة انا بقولها لك. ولما حد يسمع لك وتحبي تطلعي اللي جواكي وتحسي ان قدامك بيبسط الامور ويحسسك كده ان انتي تفكيرك كله مش على هواهم، طفولي بالنسبة ليهم، لكن بالنسبة ليكي الموضوع كبير. فما تحاوليش تبرري وتحكي. يعني كل واحد ليه طريقة في التفكير، مادام مش فاهمك عمره ما هيفهمك. انتي تقبلي نفسك وترضي نفسك وتفرحي نفسك، لانك انتي الوحيدة اللي عارفة قدر نفسك زي ما هي
بدون اختلاف أو تزويق. خلي رأيهم ليهم هما، مش هيجيب ليكي غير التعب. ما تخافيش منهم علشان هما عايزين يخلوا الدنيا حسب رأيهم هما وحسب حساباتهم هما. خليكي فاكرة إني ما تديش فرصة تاني لحد من مش بيهتم بيكي، ولا تتوقعي إن هم حتى هيسألوا عليكي. على فكرة الناس دي معادن، اختاري الناس اللي معدنهم طيب، اللي ما بيصديش، المعدن الأصيل. ما تجيش على نفسك، ما تجيش على نفسك. اللي مش بيقدر يقدرك، وما تصاحبيش الناس اللي بتسلم عليكي وهم مش فاكرينك أصلا. ما تعتمديش على اللي بيجيلك أو بيتصل بيكي في وقت ما يكون فاضي، في وقت فراغه. لكن لو حاولتي إن انتي تكلميه دايما مشغول. لما يكون فاضي أو عنده مشكلة هو بيحاول إن هو عايز يكلمك، عاوز يتصل بيكي. لكن انتي لو حبيتي يعني تطمئني عليه أو عشان هو يتصل بيكي مرة تاني حسب وقت فراغه، في حين إن انتي طول اليوم مشغولة، لكن عمرك ما قصرتي مع حد. عمرك ما قلتي أصلي أنا عندي شغل، أنا عندي بيت، أنا عندي أولاد، أنا أسفة، أنا عندي. اعرفي اللي عنده أعذار ما ينفعش يكون صديق، واللي يختارك وقت حزنه ما ينفعش يكون صديق، واللي يختارك وقت مشاكله أوهامه أتعابه ما ينفعش يكون صديق. الصديق اللي واقف جنبك في كل خطوة، في كل لحظة، في الحلوة وفي الوحشة. مش هفتكرك في الوحش بس. على فكرة أنا حبيت أقولك بس ما تغلطيش مرتين. لما تغلطي مرة تتعلمي منها، ولما تتعلمي منها ما تكررهاش. يعني ما تغلطيش الغلطة مرتين وتدوري على صديق أو أيا كان المسمى وإنتي تعبتي قبل كده منهم. ابعدي وبصي لنفسك، بصي لحياتك، ابني نفسك ونجحي نفسك بنفسك. ما تتكليش على حد، ما تنتظريش كلمة من حد، ما تنتظريش أي حاجة من حد. بصي لنفسك.